هو ناتج 17,000 ضرب 18,000. سأتأكد. 386. الطفل منير محمد الشعيبي أبهر العالم عندما ظهر على قناة الجزيرة للأطفال وحوله مذيعون يحملون آلات حاسبة ويطرحون عليه عمليات حسابية معقدة يحلها ذهنيا في ثوان قليلة. أينشتاين اليمن لم يتجاوز عمره 9 سنوات. نبوغه المبكر في مجال الرياضيات والمعلومات العامة لفت أنظار الكثيرين إليه، بدءا من المدرسة ومرورا بالمنزل والحي وحتى في القنوات التلفزيونية. إذ تفاجأ الجميع بطفل نابغة يتمتع بقدرات خارقة ونادرة في الرياضيات وبخاصة الحساب الذهني للعمليات ذات الأرقام الكبيرة وإيجاد الحلول بسرعة قياسية. لم يكن ذلك غريبا على الطفل منير، فقد تنبأ له معلموه وخبراء دوليون قابلوه سابقا بالعبقرية التي تؤهله للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. قبل ما تشجعني على الرياضيات أنا أبدأ به هو الدكتور الليبي كنت أنا أهتم في الجغرافيا وأحاول أخترع الجغرافيا، قال لي الدكتور الليبي اخترع لك في الرياضيات أفضل، فهو أساس العلم، وهذا فهو من قال لي اهتمي في الرياضيات. برز منير كواحد من الأطفال النوابغ في العالم العربي وهو في عمر 5، وشارك في العديد من البرامج والمسابقات التلفزيونية العربية والمحلية. في آخر مشاركة له في قناة الجزيرة طلب الخبراء من والده الاهتمام به في مجال الرياضيات بعدما وجدوا مؤشرات بأن الطفل سيكون معجزة في هذا العلم. نصحوا بالاستمرارية بالصفوف، هذا بالترتيب. لا بدون الانتقال، لكن إذا في مادة الرياضيات إذا في إمكانيات وفي مدارس خاصة يمكن يدرس في الرياضيات واصل يستمري، حتى دراسة جامعية يمكن يأخذ شهادة يسموها كورس جامعي، يسموه مش شهادة جامعية، كورس جامعي في الرياضيات. يمكن إذا كان في عندنا إمكانيات قبل 2 كان باستطاعتنا إنه يتحصل على شهادة جامعية، يعني يكمل الأساسية في سنة والثانوية في 2 ويحصل ويكون أصغر طفل في الوطن العربي يحصل على الشهادة الجامعية. يعيش منير ضمن أسرة بسيطة وهو الأخ الأكبر لشقيقين يصغرانه، لا تنقصهما الموهبة عن أخيهم، فهما يتمتعان بسرعة الحفظ، فيما والدتهم بالكاد تجيد القراءة والكتابة. اكتشفنا أنه بيحفظ الأرقام على التلفون، ما بينساش. 5 4 سنين، العمق عمره 5 كان أزيد يحفظ. لما سافر لبنان وحفظنا حاجات كثير، كنا نسأل يوم ثاني وهو حافظ. وبعدين سافرنا القرية وكانوا يدوا رقم، الناس يدوا رقم يزيدوا يسألوا يوم ثاني ويجي حافظ. أنا كان يستغربوا ما شاء الله. يعني شكل ثاني هو من يوم ولدته شكله يعني يوم أبرز ثاني، وحتى لما تخرجي معاه لما تسيري معاه شكل ثاني، حركاته وكلامه. يحظى منير بتشجيع كبير من والده الذي يأمل من وجود مدارس خاصة تهتم بتنمية قدرات الطفل وتعلمه وتسيره في الطريق الصحيح وإن كان ذلك في الخارج. أطمح لابني أنه يدرس في مدرسة، لو على ما أريد أنا أريد أن يدرس في الخارج، في النمسا، على حسب ما نصحونا. قالوا لنا في قطر هذا ضروري تودوا النمسا، ما يجلس هنا في الوطن العربي. أريد أن أقول بها أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ربما سيذكر اليمنيون بعد سنوات أن طفلا من اليمن أصبح واحدا من أبرز علماء الرياضيات في العالم، أو ربما يتحول الأمر إلى دراما عبثية قد تعرضها شاشات السينما ذات يوم في فيلم ما عن مقبرة نوابغ في اليمن. أمل عامري، أخبار الآن، صنعاء.